يا صباح الخير ويا صباح الأجواء الصيفية. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من آخر فيديو كنت عاملاه معاكم، وقلت بقى انزل لكم كده بفيديو جديد يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه أول مرة تشوفي قناتي ومش مشتركة فيها، ما تنسيش تشتركي في القناة وكمان تفعلي زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلك على طول. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. انا جايلكوا كده بروتين منوع جدا و... وافكار كده ان انت تنضفي الشقة معاكي بكل سهولة، مش هتاخد منك اي وقت خالص. فهنا بقى اول حاجة عملتها، طبعا الشمس بدأت تطلع والجو بدأ الى حد ما يعني يقلب للصيف. هو بيبقى ساعات يعني الجو بره التاني، بس الصراحة اليومين دول الجو حلو. فالصبح بدري بيبقى الجو فيه نسمة شوية، نسمة هوا، بس بيبدأ مع الظهر كده بيبدأ الجو يبقى يحرر. فانا الصراحة الواحد يعني ما عادش بقى عايز المفارش التقيلة قوي دي مع البطاطين بقى والحاجات دي، فالواحد الصراحة بيتخنق منها. هنا بقى زي ما شفتوا كده شلت كل البطاطين الخفيفة اللي انا كنت فرشاها على السراير. خليت بس المفرش الصيفي، وطبعا هو نضيف لان المفرش او البطانية كانت عليه، فسيبته زي ما هو. شلت بس كده البطانية وظبطته كويس جدا، وبعد كده كنست الارض وهرش بقى المعطر بتاعنا، وكده الأوضة بقت زي الفل. ويعني تفتح النفس كده للصيف، يعني انا حسيت ان خلاص بقى الصيف دخل علينا، لان اللي متابعني عارف ان انا بحب الصيف وبحب اجواء الصيف جدا. انا دخلت بقى على الاوضه الكبيره عندي، قلت كمان هغير المفرش بتاع السرير. طلعت مفرش صيفي وقلت بقى المفارش التقيله دي هغسلها وبعد كده هعينها. هي البطاطين انا لسه سايباها زي ما هي، لكن يعني قلت المفارش اغسلها وعينها، ما يبقاش بقى الاتنين مع بعض، لان زي ما قلت لكم الجو بيجي اصلا بالليل بيبقى الجو حر قوي، فكفايه حاجه واحده. المهم بقى هفتح برضو الشباك كده وهنضف برضو الأوضة بسرعة. برضو ما اخدتش مني وقت خالص وكانت زي الفل. بعد كده دخلت بقى على الضلفة عندي هنا كده بتاعت الدولاب، كانت برضو محتاجة ان هي تترتب، رتبتها. وهكنس الارض، والمكنسة بتاعتي دي تقيلة جدا، الشفط بتاعها حلو قوي. لكن الصراحة نفسي اجيب اللي هي المكنسة اللي بتبقى في ايدينا دي، من غير بقى سلوك ولا اي حاجة، اللي بتتشحن دي، وكمان بتبقى خفيفة في ايدينا للتنظيف اليومي، يعني معانا في اي وقت وبتاخديها في ايدك كده في اي مكان. لكن المكنسة اللي هي البرميل دي تقيلة جدا، وبتفضلي بقى تشد فيها، فبتزهق الصراحة في التنظيف. مش بحب ان انا يعني ببقى شايلة هم كده ان انا اكنس الارض بسببها. الحمد لله الأوضة كده خلصت معايا، وهرش برضو رشة المعطر الأساسي دايما معايا كده، وهقفل بقى الأوضة، وكده يبقى خلصت الأوضتين في أسرع وقت. يعني ما أخدوش مني الصراحة وقت خالص. وبعد كده بقى هدخل على الصالة أشوف برضو محتاجة ايه. دي
بقى طريقة التنظيف اللي أنا باقول لكم عليها. أنا يعني بقيت كده معتمدة الطريقة دي، وبتفضل وقت طويل جدًا الشقة معايا نضيفة. لو عملت العملة دي كده يومين في الأسبوع، بتفضل الشقة الصراحة طول الأسبوع معايا نضيفة. فأنا الأول كنت مثلًا بامسك جزء الصالة مثلًا في يوم لوحدها، كل حاجة في الصالة باعملها، أي حاجة حتى لو مش نضيفة أو حاجة نضيفة باعمل كله. فبتاخد مني وقت في الآخر وتلاقيكِ تعبتِ في الفاضي، يعني بتلاقي بس جزء واحد هو اللي بقى نضيف معاكِ زي الصالة، وأخد منِك وقت ومجهود، وكمان باقي الشقة لسه عايزة تتعمل. لكن يعني بقيت معتمدة الطريقة دي، إن أنا باشوف الحاجة المهمة اللي محتاجة إن هي تتنضف بس، مش باعمل كل حاجة. يعني أنا مثلًا الأوضة الكبيرة عندي كان التسريحة نضيفة، السرير بس اللي كان محتاج إن هو يترتب، ضلفة كده في الدولاب برضه محتاجة تترتب، كنسة الأرض، كل ده ما أخدش مني وقت، وفي الآخر اداني نتيجة إن الأوضة معايا برضه نضيفة. برضه نفس الكلام كده في أوضة الأطفال، شِلت كده المفارش التقيلة، ويعني كنست برضه الأرض كده، وفتحت الشبابيك وخلاص. طبعًا الخشب نضيف معايا، الكومود برضه كنت عاملاه فكان نضيف. فالصراحة الحاجات النضيفة ما عملتهاش، بحيث إن أنا أكون ما ضيّعتش وقت ومجهود في الفاضي، والاقي نتيجة في الآخر إن البيت معايا كله نضيف. بعد كده دخلت بقى على الصالة، بعد ما الحمد لله الأوض معايا تمام. دخلت على الصالة، قُلت بقى أرتّب برضه الدنيا كده. الجزء بتاع الرُكنة كان إلى حدٍ ما الحمد لله نضيف، نفّضت كده الرُكنة بس بسرعة، وبعد كده كنست الأرض. دخلت بقى على الجزء التاني اللي كان محتاج إن هو يتنضّف، الجزء بتاع البار، لإن هو دايمًا بيبقى جنب الباب شوية، فبيبقى فيه تراب. فقُلت بقى أنضّفه برضه، مسحته برضه مسحة كويسة، ورجّعت المفارش وكل حاجة تاني زي ما هي، وهاكنس برضه الأرض وخلاص. طبعًا زي ما قُلت لكم المكنسة دي علشان باكنس بيها الشقة كلّها، يعني دي كانت أكتر حاجة تعباني، إنما لإن أنتِ كل شوية بتشدّي فيها، طبعًا هي بسلك وتقيلة في نفس الوقت. بعد كده دخلت بقى على الجزء ده. طبعًا الشقة الحمد لله نضيفة، أنا باحب أدخل المطبخ كده والشقة معايا نضيفة وقافلاها تمام، وفاتحة بقى شبابيكها وسايباها كده تتهوى والشمس تدخلها، وأدخل بقى أشوف اللي ورايا في المطبخ. أي حاجة كانت في إيدي كنت بادخّلها المطبخ، فباجي بقى للآخر بالاقي المطبخ كده عاوز يعني مليان حاجات عاوزة تتعمل. المهم برضه دخلت على الحمام كده برضه، فتحت الشباك وغيّرت الفوطة بتاعة الحمام وضبّطت الدنيا كده. وبعد كده دخلت بقى على المطبخ، لقيت المطبخ زي ما قُلت لكم كنت جايبة يعني المفارش الشتوي كلّها كنت حاطاها أصلًا، لمّاها بقى حاطاها في قلب المطبخ. فقُلت وأنا شغّالة كده أغسل حاجة بحاجة، حطيت بقى دور كده في الغسالة، وطبعًا الغسالة بتاعتي دي 7 كيلو، فهي يا دوب بتاخد المفرش بالعافية، لإن يعني المفارش دي مش كبيرة أوي، يعني ممكن يعني يا دوب بتاخدها، وبتاخد مثلًا حافظة برضه خفيفة كده. لكن لو يعني أنا عندي مفرش تقيل بافرشه، ما بيدخلش الغسالة، فباضطر إن أنا يعني أغسله كده في البانيو عندي، لإن الغسالة حجمها مش كبير أوي، ما بتاخدش كل حاجة. فالحمد لله بتاخد بقى المفارش اللي هي والبطاطين الخفيفة اللي زي دي. فحطيت بقى غسلة كده في الغسالة، وقُلت بقى أغسل مواعين وأغسل بوتاجاز وأشوف الحاجات التانية اللي عاوزة تتنضف.
بعد بقى ما خلصت المواعين وخلصت كمان البوتاجاز، قلت اعمل كده يعني اجهز بقى الغدا. فكنت اعمل رز بشعريه. طبعا الشعريه لقيتها يعني العلبه بتاعتها فاضيه، حطيت بقى كيس كده شعريه فيها بحيث ان انا اطلع على طول، ما اقعدش بقى افضي من الكيس. وبعد كده يعني عملت بقى الرز، وهعمل سمك مقلي جنب الرز. بس قلت طبعا السمك يعني هتبله واسيبه لوقتها، لكن الرز هعمله الاول وهدي النار عليه. كان بقى الدور كده كان طلع من الغسالة. قلت برضو ان انا انشره كده الاول علشان طبعا استغل الشمس اللي طالعة دي. بعد كده بقى دخلت على السمك، كنت مطلعاه يفك من الفريزر، فغسلته كده برضو غسلة بسرعة. وهجهز بقى التتبيلة بتاعته. التتبيلة دي بتبقى دايما عندي في الفريزر، ببقى مجهزاها للحاجات اللي زي دي، علشان طبعا مش كل حاجة هقعد اطلع بقى من الفريزر مثلا التوم واعمل له بقى فلفل والحاجات دي بتبقى جاهزة عندي كده في الفريزر. هتبل بقى بيها السمك كله. وزي ما قلت لكم بسيب السمك فترة، يعني مثلا ممكن ساعة او ساعتين لما نيجي نتغدى، يكون اخد من التتبيله واتبل كويس. فهعمل بقى كل السمك ده وهعصر عليه بقى ليمون واسيبه كده في جنب. الصوت طبعا اللي شغال ده صوت الغسالة. انا دايما وانا في المطبخ دايما الغسالة بشغلها، لو عندي دور غسيل او اتنين وانا في المطبخ ما بطلعش منه غير والحاجة كلها نظيفة والسبت عندي فاضي. فانا بقول انا كده او كده واقفة في المطبخ، فبحب ان كل حاجة تكون شغالة بقى، الغسالة شغالة، الحاجة عندي نظيفة، بحيث ان انا اطلع من المطبخ برضو يبقى كل حاجة فيه نظيف، وبرضو ميبقاش مكركب كده، والسبت يبقى مليان برضو هدوم. المهم كان عندي بقى خضار، قلت برضو اغسله واجهزه كده واسيبه ان هو يتصفى لحد ما نيجي نتغدى. وكان بقى البطانية التانية كانت طلعت كده برضو، غسلتها، قلت كمان انشرها، لان زي ما قلت لكم الجو حلو والشمس طالعة، فالواحد يعني بيستغل بقى الشمس دي، لان برضو الجو مش مضمون، يعني تلاقي الشمس طالعة وممكن تاني يوم تلاقي الجو بيمطر وبرضو، بس برضو مش برد، يعني البرد اللي هو بتاع اول الشتاء ده لا خلاص. فالحمد لله يعني الواحد برضو حاول ان هو يخفف برضو في الهدوم. فيعني ممكن ان شاء الله في اول 5 كده نبدأ ان احنا نصيف ان شاء الله. بعد كده كنت بقى خلاص كده نضفت المطبخ معايا، وكان السمك متبل جاهز، وكنست المطبخ وكله تمام، وما كانش عندي بقى الغسيل كنت خلاص خلصته. فالحمد لله كل حاجة كانت تمام. فسبت بقى كان السمك خلاص اتبل، قلت بقى جهز الغدا كده ليا انا وكارما. وهنا كنت خلاص جهزت الغدا، عملت بقى الرز بشعرية والخضار بتاعنا الحلو. طبعا يعني ماليش في السلطة قوي الصراحة. بحب الخضار لما بيكون فيه خضار ما بعملش سلطة.
فجهزت بقى الخضار وعملت بقى هنا السمك، بس الكاميرا مفتحه اللون شويه يعني هو غامق. وهنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، مع السلامه.